متابعه الفرص الضايعه من سلسله فولو اب. اعمل ايه مع العملاء اللي ما اشترتش قبل كده؟ في نقطه مهمه جدا قبل ما اقول لك على الحلول لازم تبقى فاهمها، ان العملاء اللي ما اشتروش قبل كده ينفع يرجعوا يشتروا عادي جدا تاني. عشان كده اعمل 3 حاجات مهمه جدا هقول لك عليهم وركز معايا فيهم جدا. رقم 1، مهم جدا انك تكون عامل ليست بقاعده بيانات مسميها قاعده بيانات الفولو اب، الناس اللي قبل كده اتعرض عليهم ولكن هم ما خدوش القرار ان هم يشتروا وتراجعها كل فتره. رقم 2، لازم تعمل ابديت في المنتج او تبعت عرض على المنتج دوت للعملاء دول، فبالتالي ناس كتير جدا منهم ممكن تشتري عشان خاطر العرض الجديد ده. رقم 3، مهم جدا انك تحافظ على علاقتك مع العميل من غير ما تكون بتضغطه بشكل غير مباشر، عن طريق ان انت تسجل رقمه على واتساب فيشوف الستوريز بتاعتك عن البرودكتس اللي انت شغال فيها، تضيفه على فيسبوك وبرضه يشوف الحاجات اللي انت بتتكلم عنها في شغلك. بالتالي هو هيقلب معاك شخص ايجابي حتى لو ما كانش اشترى قبل كده. لان برضه في نقطه مهمه جدا انت لازم تكون فاهمها، ان هو لو ما اشتراش قبل كده مش شرط يكون نيجاتيف عن المنتج بتاعك، بالعكس تماما، ممكن يكون ما كانش فيه احتياج قوي في الوقت دوت، وممكن يكون هو ما كانش معاه الفلوس الكافيه اللي تخليه يشتري البرودكت في الوقت ده. عشان كده لازم تبقى فاهم جدا ان العميل اللي ما اشتراش قبل كده ينفع يرجع يشتري عادي جدا بعد كده. ولو عاوز تتعلم اكتر عن الفولو اب، تابع بلاي ليست فولو اب على قناه مسجز وز ادري، وتاكد انك عامل سبسكرايب ومفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل على البلاي ليست يوصل لك انت اول واحد. انا محمود ادري، اشوفك الفيديو اللي جاي.